أهلا بيكم يا حبايبي في حكاية أمل. تعالوا بينا نشوف الحلقة السادسة من وننسى اللي كان. جليلة نفسيتها تعبانة بعد اللي حصل، واتصلت ببدر وقالت له أنا عايزاك تقتلني. قعد يقول لها ازاي، مش هينفع وكده. قالت له هديك 50 مليون جنيه هحطهم لك في البنك ودي عليك، ولو ما نفذتش هدور على حد غيرك هينفذ واي حد هيتمنى. قال لها طب ما تموتي نفسك. قالت له مش قادرة، نفسي مش مطوعاني ان انا اقتل نفسي، انت تقدر. قال لها واحدة عايشة زيك كده في الهلمة دي كلها تموت نفسها ليه؟ امال انا اعمل ايه؟ قالت له هتنفذ ولا لا، ولا شوف حد غيرك؟ قال لها اديني فرصة افكر. قالت له فكر وقرر ورد عليا. قال لها ماشي. نهلة ومديرة أعمالها قاعدين مع بعض بيتكلموا عن أحمد. بتقول لها هو أحمد ما جاش ولا كلمك؟ قالت لها لأ. قالت لها خلاص سيبيه. قالت لها ما أقدرش أسيبه بعد الملايين اللي اديتها له وقفته على رجله. أحمد ما كانش حيلته أي حاجة، وأنا اديت له فلوس يفتح شركته ويفتح ويبقى راجل أعمال مشهور كده، وبعديها يسيبني؟ قالت لها وانتي عملتي ليه كده؟ قالت لها عشان يبقى من مستوايا واتجوزه، ما اقدرش اتجوز واحد ما حلتوش اي حاجه. عبلة وفاطمه ماشيين، قابلهم عبده الشيخ. قعد يعكس في فاطمه ويقول لها امتى هتحني عليا وامتى ما اعرفش ايه. قالت له انت مش خايف من بدر؟ قال لها بدر مين اللي خاف منه؟ بدر ده يعتبر من الاموات، وكل ما بتتقلي عليا اكتر بتستعجلي يوم موته اكتر. فاطمة بعد ما قالت له حتى لو انت اخر راجل في الدنيا مش هتجوزك. قال لها ما انا فعلا اخر راجل في الدنيا. قالت له برضو مش هتجوزك، وسابته ومشيت مع صاحب بدر. وقف بقى يكلم في عبلة ويعكسها ويقول لها انت حلوة وانت مش عارفة ايه وايه وايه. وبعد ما عبلة مشيت قال الخيانة حلوة وكله هيتراضى ان شاء الله. قطة صاحب بدر بيحب فاطمة، شكله كده بيحبها ومش عارف يعمل ايه معاها. والبنت الصغيرة دي فقسته وقالت له انت بتحبها. بدر قاعد في بيتهم وجليلة اتصلت بيه. قالت له هي عملت ايه؟ فكرت وقررت. قال لها ربنا يسهل ان شاء الله، كله خير ان شاء الله. وحيد وعبلة قاعدين يتوششوا مع بعض، وقالت له عبده الشيخ بيعاكسني، بس اوعى تجيب سيرة لاخوك احسن يتشاكل معاه. قال لها ازاي بيعاكسك؟ قالت له اهو بيعاكسني، اوعى تجيب سيرة ليه. بدر طلع قال لهم مالكوا قاعدين كده ليه تتوشوشوا؟ قالت له ابدا يا اخويا مفيش حاجه. قال لها هو انت مخصماني ولا ايه؟ قالت له انا مخصمك؟ ده انت اللي مخاصمني. هو انا اقدر اخصمك؟ هو انا ليا غيرك يا اخويا يا حبيبي؟ وفاطمه مشيت وسابتهم وقالت له اوعى يا وحيد تقول لي بدر على حاجه عشان ما يتشكلش مع عبده الشيخ. قال لها ماشي. بدر راح لوحيد وقال له ولا هو انت سرقت حاجات من دكانة ابوك؟ قال له انا اسرق ابويا؟ انا انت بتتكلم ازاي؟ وبدام انت عامل راجل عليا كده روح شوف عبده الشيخ اللي بيعاكس اختك. ايوه، عبلة قالت انه بيعاكسها. بدر خد بعضه وراح على عبده الشيخ، سأل عليه ما لقاهوش هناك. ابوه قابله طالع من الجامع. قال له في ايه يا ابني، ايه اللي جايبك هنا؟ قال له استنى بس انت يا حاج. وفي ثواني جه عبده الشيخ هو وفرج جوز اخته. قال له في ايه بتسأل عليا ليه؟ اهلا وسهلا بيك. قال له ولا اهلا ولا سهلا، انت بتعاكس اختي ليه يا عبده؟ قال له انا ما حصلش. راح ابوه قال له ايه اللي انت بتقوله ده؟ وفرج قال له ايه ده صاحبي ما يحصلش ابدا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ وفي ثواني جت عبلة راحت قال لها اعترفي يا عبلة وقولي انه بيعكسك. قالت له ما حصلش. حصل امتى بس؟ لا ما حصلش يا اخويا الكلام ده. عبلة خافت على اخوها عشان ما يتخانقش مع عبده الشيخ. عبده الشيخ بقى استغل فرصة وقال شفتوا جاي ظالمني، جاي عاملني، جاي معرفش ايه. انا عايز رد حق، انا ليا حق عندك، ما ينفعش. وجاي ظالمني ليه؟ وجاي بتتبلى عليا ليه؟ وقعد بقى يعمل نفسه البريء الغلبان والكلام ده كله. بدر خد بعضه وراح ماشي. جليلة قاعدة مع اصحابها واللي شغالين معاها وكده وبتتفرج على افلامها، وبتقول لهم هو انا لما اموت الناس هتفتكرني من افلامي ولا ايه؟ هو انا عملت حاجة حلوة ممكن الناس تفتكرني بيها؟ قالوا لها اه طبعا عملتي حاجات كتير حلوة.
وايه اللي انتي بتقوليه ده؟ بعد الشر عليكي. جت الشغالة وقالت لها طارق اخوكي مستنيكي تحت. قالت لها ماشي انا نازله. وحيد قاعد هو وعبلة، وقالت له مش انا قلتلك ما تقولش لبدر اخوك على اللي حصل؟ مش انا قلتلك انا مش عايزة بدر يدخل في مشاكل وهو مش قدهم. عبده الشيخ ده مفتري، ليه بتقوله وليه بتعمل كده؟ وراح فرج جوزها جه قاعد وقال لهم على فكرة انا ليا حق عرب عند اخوكي. قالت له ليه؟ قال لها كده. راحت قالت له بصراحة عبده الشيخ كان بيعاكسني وانا دريته مرضتش اقول الحق. قال لها انت بتقولي ايه؟ ده صاحبي، ده بيجي وبناكل لقمة عيش سوا. ازاي؟ قالت له والله بيعاكسني. راح ايه؟ قال لها عيب يا بنت الكلب، انت عايزة تفرقيني بيني وبينه؟ طبعا اخوها قاعد زي شربة الخرج وهو عمال يشتم فيها. راح قال له ايه؟ انا ماشي. هرب، مش يدافع عن اخته ويقف عن اخته، لا، راح واخد بعضه وقال له انا ماشي. قال له احسن برضه. راح ايه؟ فرج نازل في عبلة ضرب 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 وهي عمالة تصوت. ونعم الاخوات الصراحة. جليلة وهبة نزلوا قعدوا مع طارق. طارق بقى متضايق جدا، اخو جليلة متضايق من جليلة، وبيقول لها مش انا سألتك اتجوزتيه ولا لا؟ هو انت اتجوزتيه من ورايا؟ هو انت مش عامله لي شخصية خالص ولا عامله لي اي اعتبار؟ وقعد بقى يقول لها انت فضحتينا، ايه اللي حصل ده؟ وانا بقيت مكسوف اقول ان انت اختي. جليلة على اخرها منهم وعلى اخرها من الدنيا كلها. قالت له انا محدش واصي عليا، انا مش صغيرة. هبه جت تتدخل وقالت له هي ما عملتش حاجه غلط. قال لها انت مالك انت اصلا، وانت قاعده ليه بين اتنين اخوات؟ راحت هبه اتقمصت وقالت لجليله انا ماشيه مش هقعد كده، وراحت واخده بعضها وراحت ماشيه. جليله قالت لطارق سيبني دلوقتي، انا ولا قادره اتكلم ولا فيا حيل، نبقى نتكلم بعدين. قال لها طب مراتي بره عايزه تسلم عليكي. قالت له انا مش فايقه لاي حد، مش هسلم على حد ولا فايقه لاي حد، مره تانية ان شاء الله. بعد ما اديتهم له وقالت له شايف الناس اللي بتتكلم عليا دي حملة، دول نفس الناس اللي هنا هم اللي هنا، دي نهى اللي مسلطاهم عليا ودول حملة. طارق اتكسف على نفسه وخد مراته وراح ماشي. يارا قالت للعرايشي خليك هنا وانا داخله المول اشتري شويه حاجات. قال لها انا هاجي معاكي. قالت له ما ينفعش، ازاي تدخل محل اللبس؟ ازاي يعني انا داخله اشتري لبسي وانت هتيجي معايا؟ خليك هنا واسمع الكلام. وراحت سايباه وراحت ماشيه. طارق ومراته قاعدين في العربيه ومراته عماله تقول له انت ما قلتلهاش ليه ان انا عايزه اشتغل معاها؟ قال لها ما اقدرش اقول بعد ما اللي عملته في هبه، وانا يعني هاجمت هبه وبعد كده اقول لها هتبقى باينه او مفقوسه. قالت له وانت ما قلتلهاش ان انا بره؟ قال لها لا انا لقيتها تعبانه وزعلانه ما رضيتش اقول لها. مرات طارق طمعانه في جليله وعايزه تشتغل معاها وعايزه تاخد منها كل حاجه. يارا بنت جليلة قاعدة مع الواد اللي بتحبه وقاعدة معاه بقى في المول، وقاعد يقول لها انا كده مش عارفة اشوفك وايه وما اعرفش ايه، وقاعد يحب فيها. وفي ثواني لقيت العرايشي داخل عليها. قال لها ايه ده اللي انت بتعمليه ده؟ قالت له انت ايه اللي جابك هنا؟ وراح كان هيتخانق هو والواد اللي بيحبها وكده، وراح قال لها يلا قدامي وراح واخدها وراح ماشي. طلعت معاه بره وقالت له مش انا قلت لك ما تجيش ورايا وما تتنقلش من مكانك؟ سابك معايا في البيت وسابته وجريت. قعد يندى عليها ما ردتش. بدر واقف مع جليلة وبتقول له عملت ايه وفكرت ونفذت؟ انا عايزاها تبقى مفاجأة كده ومش عايزة احس بحاجة ومش عايزة اتوجع ومش عارفة ايه، وانا خلاص بعمل لك الفلوس في البنك وكده. بص لقى يوسف داخل عليه وبيقول له اطلع بره يلا. راح بدر بصله كده وراح طالع بره. راح يوسف بيقول لجليلة انت ما بترديش عليا ليه؟ قالت له مش عايزة ارد، افهم بقى انا خلاص. قال لها هو عشان خاطر حتة الفيديو؟ انا ما كنتش اصلا قايل لها وانا زعلتها اللي هي قالت كده. قالت له خلاص الموضوع انتهى، انت السبب. قال لها لا مش انا السبب. انا السبب ازاي؟ قالت له عشان انت لو قلت لي ان انت متجوز قبليها ما كنتش اتجوزتك اصلا، بس انت خبيت عليا ان انت متجوز، ولو انت طلقتها ما كانش حصل ده برضو كله، لكن انت مرضتش تطلقها. انت اناني يا يوسف وملكش دعوة بيا تاني وطلقني. قال لها مش هطلقك. قالت له خلاص ما تزعلش من اللي يحصل، انا هعرف
ازاي هتطلق منك وهفضحك في وسط الدنيا كلها. راح يوسف ضاربها بالقلم وقال لها ايه في ايه وانت بتعملي كده ليه، ونازل ضرب فيها. جليلة فضلت تصوت تصوت. سمعها مين؟ بدر. جه بدر لقاهم قافلين على نفسهم، راح كاسر الازاز بالطفاية وراح داخل نازل في يوسف ضرب. وجه يقوم جليلة، راحت قالت له حاسب. يوسف كان رايح يضربه، راح اتضير، راح ضارب يوسف. راح يوسف نازل محطش منطق. راحوا بصوا لبعض وقالوا ايه ده، هو مات. هو مات. والحلقة خلصت على كده. ما تنسوش اللايك في الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان نكمل باقي الحلقة.